ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. والنهارده هجرب معاكم وهعمل لكم ريفيو مفصل جدا عن البراند بتاعت معروف، او بالتحديد عن الارواج بتاعت معروف. معايا الست بتاعت الارواج بتاعت معروف، جربها النهارده مع بعض واقول لكم رايي فيها واقول لكم كمان تجربتي كامله عنها. البراند بتاعت معروف دي يا بنات براند خليجي، موجوده في الامارات وكمان موجوده في دول الخليج، بس دلوقتي اتوفرت عندنا في مصر هنا عند بنوته اسمها لوجي. اول ما جبت منها درجتين، جبت درجه 106 و108، وعليها طلبت الوان منه كتير جدا. تعالي بقى اوريكي ليه واقول لك ليه طلبت منه الوان كتير جدا. فرحانه بيهم جدا وحاسه ان انا معايا ثروه. معايا ليه ثروه؟ اولا لان الارواج دلوقتي اسعارها بقت غاليه جدا، وبالذات للبنات الميك اب ارتست اللي بتدور على ارواج للشغل. الارواج اسعارها بقت غاليه قوي، فانت هتكلم معاكي في تكلفه روج سعره قريبه من الدراج ستور جدا، واقل كتير قوي من الهاي اند، وثباته اعلى واحلى من الهاي اند. تعالي كده اوريكي الالوان اللي معايا واكلمك عن كل حاجه فيه. بصوا بقى عشان انا تعبت معاكم، قولوا لي ايه رايكم في الاضاءه هنا، وقولوا لي ايه رايكم في التصوير هنا، لان انا خلاص التصوير ما بقاش ظابط معايا باي شكل من الاشكال. واللي عنده نصيحه ليا للتصوير يكتبها لي تحت في الكومنتات، واللي عنده اي ديكوريشن ممكن نعمله مع بعض اكتبي لي برده تحت في الكومنتات. خلينا كده ناخد اراء بعض، وتعالي كمان نجرب الروج. بصي يا ستي، اول درجتين كنت جايباهم، كنت جايبه درجه 106 ودرجه 108، اشتغلت بيهم على عرايسي واشتغلت بيهم في الكورسات. وطبيعي كنت بدور على ارواج يكون سعرها رخيص، لان حاليا اقسم بالله يا بنات سعر الارواج في متناول بتوع المخدرات او بتوع السلاح، او لو في حاجه اكبر كمان. يعني ايه انزل اشتري قلم روج عشان اشتغل بيه الاقي سعره 500 جنيه و600 جنيه؟ ده مثلا في المتوسط، لا ده في ارواج بقى سعرها 1200 و1300 جنيه، وده كتير قوي بجد، حرفيا ده كتير قوي، او مش في متناول ايد البنات كلها تقدر تجيبه. فكنت عماله ادور الفتره اللي فاتت ودعبس كده الفتره اللي فاتت على حاجه يكون سعرها مناسب، كمان يكون ثباتها حلو جدا، وكمان اقدر اشتغل بيها ما تكونش بس استخدام شخصي. والاهم من ده ان يكون سعرها مناسب، ان هي يكون سعرها في متناول ايدينا كده نقدر نجيبه. فلقيت الارواج بتاعت معروف زي ما قلت لك، جبت الاول منهم درجتين، جبت درجه 106 وجبت درجه 108، ولما ظبط معايا وحسيت ان هو بيرفكتو طلبت بقى بقيه الدرجات. تعالي كده اجرب معاكي ونجرب مع بعض اول درجه. قولي لامي توطي، قولي لامي عشان دلوقتي هترقع بالصوت والصوت هيجي لي هنا. ولا وطي شويه، ولا بنتنا بتصور نوطي شويه لو سمحتوا. بصور في البيت، انا بصور في البيت فده طبيعي جدا، فنستحمل بعض. بصي بقى يا ست الكل، الروج بيجي لك بالشكل ده، بيجي باكج لوحده كده. بند بتاعت معروف الروج بيجي ناحيه روج عادي والناحيه الثانيه ليب جلوس، بيجي بالشكل ده. نفس كيكو بالظبط، او نفس الباكجينج بالظبط، بس كيكو ما يجيش فيه حاجه اطلاقا. عارفين ده عمي وعم عيالي، احلى انواع الارواج اللي سعرها مناسب اللي تقدري تشتغلي بيها. دي اول درجه. الدرجه دي معايا من بدري شويه، دي الدرجه اللي هي رقم 106، هحطها ولا خديها بقى نصيحه مني وانتي بتستخدمي الروج ده، او لو حبيتي تجيبي الروج ده، اولا ما تكتريش منه خالص، هي لاير واحده كفايه جدا، ما تكتريش منه طبقات لان هو بيجمنت جدا، وكل طبقه حرفيا بيرسم معاكي الشفايف وثباته بيكون حلو جدا. بعض على اول درجه، الدرجه دي اللي هي رقم 106، درجته خطيره، البيجمنت بتاعه حلو جدا، ثباته حلو جدا جدا. ما تحاوليش تاني حاجه تحطي عليه الجلوس غير لما ينشف، ما تحطيش على اي روج وهو طري ترجعي تحطي عليه الجلوس. تقريبا انتوا سامعين معانا المسلسلات بتاعه رمضان صح يا ماما؟ بصوا كده شكل الروج معايا لما نشف تماما. خليكي عارفه ان اللون بتاعه بيغمق شويه او بيأكسد شويه زيه زي اي روج موجود. بصي كده بعد ما اتاكدت ان هو نشف معايا تماما هبتدي اجرب عليه الجلوس بتاعه. اول مره اجرب الجلوس ده، ما جربتوش خالص، يعني انا جربت الروج انما الجلوس ما جربتوش. طبعا كلنا عارفين المشكله بتاعت الروج بتاع كيكو، وعارفين ان الجلوس بتاعه بياخد الروج وبيقع. لو عمل كده هطلع اقول لكم اكيد الارواج بتاعت كيكو ما عجبتنيش خالص في الجلوس بتاعها، ان هي بنات بتاخد الروج وبيقع. ابقى راسمه للعروسه مثلا شفايفها، وبعد شويه الاقي الروج هنا حرفيا على دقنها ابتدى ينزل بالجلوس كده. وده كده شكل الدرجه بالجلوس، خطير. ودي اول درجه من الارواج بتاعت معروف، درجه 106. كمان مع بعض. بصوا بقى، جبت تيشو عادي كده وهبتدي اشيل الجلوس منه. بصوا يا بنات،
لما الجلوس بيروح الروج بيفضل زي ما هو، يعني لما الجلوس بيروح الروج بتاعك ما بيتمسحش اطلاقا. وده دايما بحب اقوله للعرايس، يعني العروسه اللي بتكون حابه تحط مثلا جلوس على شفايفها وبتخاف ان الجلوس لما يروح الروج يروح، الأرواج بتاعت معروف مش بتعمل كده. لما الجلوس بيروح بيفضل درجه الروج بتقلب معاكي مات تاني من غير اي جلوس. هبتدي امسحه كده اهو كده معايا درجه الروج. عشان يطلع معايا بقى ايه يا ست الكل، ده المفروض ان هو بيمسح الارواج، وهو اويل اند جيل كده من عند MN، ما جربتوش قبل كده. هبتدي احطه عشان بصراحه عايزه اجرب لكم كذا لون. ده جل كده المفروض ان انا هحطه واشيل بيه الروج خالص بالشكل ده. وهبتدي امسح مش عايزه اتمسح. استنى، انتوا شايفين هو سايب هنت على الشفايف؟ بصوا وحرفيا مش عايز يطلع حتى وانا حاطه. ده زيت يا بنات وجل، الاتنين المفروض مع بعض بيدوبوا الروج ويبتدي يمسحوا معايا خالص. شايفين مع بعض درجه تانية دلوقتي. الدرجه اللي هجربها الدرجه الترندي جدا اللي هي 107، ودي انا اول مره هجربها معاكم، حتى هفتحها اهو معاكم. انا كنت جايبه منه زي ما قلت لكم درجتين بس. تعالوا كده نجرب الدرجه بتاعه 107. قلت لكم بقى ان الروج ده مش متوفر في حته غير في الخليج والدول اللي بره، هتعرف تجيبه جدا. البنات اللي مش عارفه تجيبه مش هتلاقيه حرفيا عند حد في مصر غير عند لوجي. هسيب لكم الاكونت بتاع لوجي تحت في الديسكربشن بوكس. البراند محترمه جدا وتستاهل ان هي تتجرب. تعالوا كده نجرب مع بعض الدرجه اللي هي 107. عايزاكم تاخدوا بالكم ان انا مش هحط اصلا، مش هحط الابليكيتر في الباكج تاني ولا اي حاجه. هي المره اللي طلعت اللي هرسم بيها كل شفايفي. حبيت وايد، حبيت الدرجه دي من احب الدرجات لقلبي. خلاص انتوا حفظتوني وعرفتوا درجاتي اللي انا بحبها. الدرجه دي انا بحبها قوي. بصوا الدرجه عامله ازاي، عارفه ان هي لما تغمق هتاكسد معايا شويه. الدرجه دي من الدرجات اللي انا بحبها قوي. عايزه كمان يا بنات اوريكم الابليكيتر بتاعه الروج عامله ازاي. بصوا الابليكيتر عامله ازاي، الابليكيتر بكيرف كده عشان وانتي بتحطي تعرفي تجيبي حتى الاماكن الضيقه او الاماكن الصغيره اللي في شفايفك. شايفه الابليكيتر بتاعته حلوه جدا. تاني هرجع اقول لك عشان احط الجلوس هستنى الروج ينشف سيكه وبعد كده ارجع احط الجلوس عليه. وكده يا بنات الدرجه لما ابتدت تنشف معايا شويه، تعالوا بقى نجرب عليها الجلوس بتاعها. حبيت وايد، حبيت. بصوا الدرجه، بصوا الدرجه والشياكه والجمال والحلاوه. الدرجه دي يا بنات رقم 107، خطيره. واضح ان احنا لازم نجرب الدرجه اللي هي مكتوب عليها رقم 103. اه 103 عارفاكوا بقى، عارفاكوا اللي بتحبوا الالوان دي، عارفاكوا بتوع اللون الاحمر. انا عايزه بس اطمنكم واقول لكم ان هو لونه مش احمر، بس انا مش فاهمه هو لونه ايه. يعني هو لونه هو مش احمر، هو وردي غامق بس هو مش احمر. لونه شاطره، برافو عليكم. سامعه هي بتقولي الاحمر في العموم بيتحط بالليل، ده هي ما عندهاش مانع ان هي تحطه الصبح. هي اصلا من عشاق اللون الاحمر وممكن تحط رز احمر الصبح عادي. بصوا يا جماعه انا عايزه اوريكم الدرجه دي، درجه رقم 103 دي. بس اللي انا عايزه اقوله لك ان هي مش احمر، يعني الروج ده مش احمر. بصوا درجتها حلوه قوي. تعالي كده احط الجلوس. هقول لك كمان معلومه عن الجلوس لو انت ما تعرفهاش، الجلوس لما بيتحط على الروج بيغمقه، خدي بالك. يعني انت الروج معاكي لو فاتح اعرفي ان انت لما تحطي عليه الجلوس هيغمق معاكي سيكه. وكده بقت احمر ونص وثلاث ارباع. بصوا بصوا الدرجه
عايزه اقول كمان لكل ميك اب ارتست او لبناتي او لبنات كورساتي، احنا هنا بنستثمر يا بنات في 2 روج. احنا هنا بنستثمر في الروج وكمان بنستثمر في الجلوس. تقدري تستخدمي الروج لوحده وكمان تقدري تستخدمي زي ما قلت لك الجلوس لوحده. بصوا كده ده الروج بالجلوس. الدرجه اللي انا استخدمتها دي درجه 103، سعره اقل بكتير قوي من الارواج اللي احنا بنسمعها في السوق، سعره قريب من المنتجات الدراج ستور واقل كتير من المنتجات الهاي اند. مش عايزه اقول لك سعره كام بالتحديد لان احنا في الفتره دي الاسعار عماله تتفاوت، هوبا تطلع هوبا تطلع اكتر، هوبا تطلع اكتر واكتر. فانا للامانه مش عارفه اقول لك سعره كام بالظبط، بس هو موجود عند لوجي. هسيب لك لينك الجروب بتاع لوجي تحت في الديسكربشن بوكس. يلا بينا على اللي بعده، واللي بعده هتكون درجه 108. اول ما تفتح معايا كده على طول اعرفوا ان هي كانت عندي من قبل كده وانا اكيد مجرباها. الواني من الحته اللي تحت. اول ما هاجي اجيب الكيرف او السبعه بتاعت الشفايف من فوق فهعكس كده وابتدي احط بالحته اللي فوق دي، شايفينها كده؟ شايفين قصدي ايه؟ دي الدرجه بتاعت 108، النود على اورنج، شايفينها؟ تعدي معانا سلمي كده غير لما نحط عليها الجلاس بتاعها. يبدو اننا سوف نجرب درجه جديده وهي درجه 110، ودرجه 110 دي تعالوا كده نشوف. ايوه بقى، ايوه بقى، اديني في الفوشياك، اديني في... بصوا انا ما بحبش الاحمر بس بحب البينك بدرجاته من اول البيبي روز لغايه الفوشياك. اديني في الفوشياك. حبيت. ايه رايك؟ خطير صح؟ انا يا رب يكون بس اللون ظاهر معاكم على الكاميرا لان انا حاساه على الكاميرا مش ظاهر بالحلاوه اللي انا شايفاها فيه. يعني انا شايفه ان انا نفسي هنا غامقه، لا هنا فاتحه، شايفه اللون هنا غامق، لا هنا افتح. فالدرجه يا بنات خطيره بجد، الدرجه دي حلوه قوي قوي قوي، الدرجه اللي هي 110. وعايزه اقول لكم العرايس بتحبها جدا جدا. بصوا شايفين الدرجه خطيره. انا بقى ما عنديش مشكله ان انا اعتمد الدرجه دي في اي وقت. الدرجه دي انا بحبها، وعارفين الدرجات اللي هي بتحلي جدا انا احطها في اي وقت على فكره، صبح ظهر عصر ليل. حبيتها جدا الدرجه اللي هي رقم 110. يلا بينا نجرب الجلوس كمان على الدرجه اللي هي رقم 110. درجه رقم 110 وهي عليها الجلوس. هو انا ينفع اقول لكم ان انا شفايفي وجعتني حرفيا من كتر المسح، وده كده ممسوح، يعني ده كده ممسوح. تعالوا هحط برضو عليه تاني من الاويل والجل ده حبه. كمان ان في درجات ثباتها اعلى من درجات، يعني الدرجه بتاعه 110 دي ثباتها عالي جدا. الفوشياكه اسيبه شويه على شفايفي كده يدوب الروش خالص. دي امسح. انا مش كلاون الروج مش عايز يتمسح. مش هينفع اعمل اللقطه دي من غيركم. مسحت خالص كل الروج وجبت بقى البلاينر برضو بتاع معروف يا بنات تحفه. خليني ده اتكلم معاكم فيه لوحده. البلاينر ليه عامل كبير جدا ان انت تعملي ليب كومبو لشفايفك او ترسمي شفايفك او تعملي كونتور لشفايفك. الدرجه اللي معايا دي من احلى الدرجات، دي درجه رقم 31. هبتدي احدد بيها شفايفي قبل ما احط الروج. جدا بيجري على الشفايف، بيعمل ليب كومبو كده، بينفخ الشفايف بطريقه حلوه جدا. بصي بمجرد ما حددت شفايفي بيه ان كمان الدرجه بتاعه التحديد دي بالنسبه لي مميزه جدا، جايبه منه كذا درجه بس اقربهم لقلبي بصراحه الدرجه اللي هي رقم 31 دي. معايا خلاص في القراش بتاعه معروف، معايا الدرجه اللي هي رقم 114. الفتحه دي انتوا بتعرفوا منها ان انا اول مره اجربه. اللي كان اوريدي مفتوح ده انا كنت مجرباه وكمان شغاله بيه، انما اللي لسه بفتحه لا، دي القراش الجديده اللي انا طلبتها.
دي الدرجه كشمير موفيه، ودي الدرجه بتاعت 114 الجلوس بتاعها. كده بنات دول ال6 درجات اللي احنا جربناهم مع بعض النهارده من البراند بتاعت معروف. وعايزه اقول لك كمان حاجه صغيره، البراند بتاعت معروف كانت ممتازه معايا في الووتر بروف تكنيك. هحط لك فيديو هنا وفيديو هنا هوريكي ازاي مش بيتاثر بالميه ومش بيتاثر باي حاجه، وثباته حلو جدا. مش بس الارواج، لا جربت من عندهم حاجات كتير قوي كانت عجباني زي الليبلاينر وكمان الاكحال. وريتكم الاكحال واتكلمت معاكم عليها قبل كده، فخليني النهارده اعمل لكم سبوت اكتر على الارواج، لان فعلا الارواج تستاهل كل جنيه يدفع فيه. بس كده ده كان الفيديو، ده كان الريفيو بتاع الارواج بتاعت معروف، وهسيب لك اللينك بتاعهم تحت لو حبيتي تجيبيهم. اهم حاجه تسيبي لي رايك تحت في الكومنتات، وتدعميني باللايك والشير والسبسكرايب. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير فيديو جديد ان شاء الله.